ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده هو لا منه سلسله سكتش وير ولا منه سلسله التعديل، هو بين البنين، عامل زي الرقاصه اللي رقصت على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها. عشان ما اطولش عليك، ملخص الفيديو او بمعنى اصح شرح الفيديو علشان تفهم ايه الشرح قبل ما تخش في الفيديو. هو لو انت معاك تليفون قديم وفي تطبيق مثلا عندك ما بيرضاش يتثبت عشان اصدار تليفونك مش متوافق مع اصدار التطبيق احدث يعني، تمام؟ او عندك تليفون اصداره جديد جدا، مثلا اندرويد 11 اندرويد 12 والتطبيق بيدعم الاصدارات القليله بس، تمام؟ ازاي تخلي التطبيق دوت هو حل، يعني مش بنسبة 100%، هو بنسبة 80%، او بمعنى صح 70%، عشان ما ابقاش كداب عليك. ده بيحل بنسبة 70% من التطبيقات، هيخلي التطبيق ايا كان اصداره يشتغل مع اصدار تليفونك. شرح بسيط جدا، مش هتحتاج فيه غير التطبيق اللي هتغير اصداره، وتطبيق اي بي كي اديتور دوت هسيبهولك باذن الله على قناة التليجرام، وبرضه هسيبهولك في لينك ميجا. انزل على الكومنتات او على الديسكريبشن اسف هتلاقيهم. طيب، عشان ما اطولش عليك اكتر من كده، عارف ان انا بحب اطول في البدايه، لكن انا بطول في البدايه والله علشان انت تفهم اكتر. تمام، ويلا بينا نخش على الفيديو. التطبيق هيظهر معاك بالشكل ده. هتدوس على اول حاجه سيلكت اي بي كي فروم اب، ماشي، وبعديها هتبدا ان انت تختار اي تطبيق عندك عايز تخليه ينفع على كل الاصدارات. انا مثلا اختار تطبيق ام تي مانجر، بعديها هختار فول اديت ريسورس ار اي بيلد، اول خانه، وبعد كده هختار اول فايلز، تمام، واسيبه يحمل معايا. هو عامة بياخد وقت شوية في التحميل، من 5 دقايق ل10 دقايق. هو هنا ما خدش وقت الحمد لله عشان انا فتحته كذا مرة يعني، تمام. هنا هبدأ ادوس على المينيفيست الاخيرة اللي تحت ديت، واسيبه برضو ان هو يحمل معايا. طيب، مجرد ما هيحمل معاك يفتح معاك، هتلاقي اكواد كده واشكال غريبه وعجيبه وحاجات كده، اللي هو استغفر الله العظيم يا رب، اللي هو انتوا عايزين مني ايه يا جدعان؟ انتوا عايزين مني ايه الحاجات دي كلها؟ انا راجل غلبان، لا بايع ولا عليا ولا فاهم اي حاجه. ما بخافش ولا شعر من راسي بتتهز وطز فيكم كلكم ومكمل. هقول لك ما تخافش عشان انا معاك وفي ظهرك، تمام. فتح بالشكل دوت، وطبيعي جدا انت اتصدمت وهتجري من الفيديو. لا خد تعالى، انت رايح فين؟ ده لسه بنسمي الله، احنا لسه بنسخن، اللي جاي تقيل. بعد ما يفتح معاك بالشكل اللي انت تشوفه قدامك دوت، كل اللي عليك هتيجي عند البحث هنا، وهتكتب الامر اللي هسيبهولك باذن الله في الكومنتات، او هحاول اسيبهولك مع تطبيق في التليجرام، تمام. طيب، اللي هو علامة الأكبر تقريبا أو الأصغر، أو بتاع نسقط رياضة تقريبا، وبعد كده تكتب يوزر اس دي كي وتعمل سيرش، هيبدأ إن هو يظهر معاك الأمر ده. بس مش هتلاقي غير الأمر ده اللي هو في أندرويد مين اس دي كي فيرجن، وهتلاقي هنا 17 26 أو أي رقمين. كل اللي عليك إن أنت هتبدأ تغير ال 17 دي تخليها 8، وتغير ال 19 دي تخليها 26 دي تخليها 19، وبعد كده هتدوس سيف. وبعد سيف هتبدأ إن أنت تدوس بيلد من فوق، وبعد ما تدوس بيلد من فوق هتسيبه كده يعمل بيلد اللي هو كومبوز تايب. هنسيبه يعمل بيلد، وعلى ما يعمل بيلد هقول لك كام حاجه مهمه. الطريقه دي ما بتنفعش مع كل التطبيقات، علشان تبقى انت واخد بالك، بتنفع مع بعض التطبيقات ومش كلها، تمام. وفي نفس الوقت اوقات في تطبيقات بتتحرق من الطريقه دي، فلو ما نفعتش معاك فعادي جربها على اي تطبيق تاني، مفيهاش مشكله. وهحاول احط لك الطريقه دي تابعها لسلسله السكتش وير، لان انت لما تعمل برامج من السكتش وير مش كلها هتنفع مع كل الاصدارات، فلما تعمل الطريقه دي هتخلي لما تخلص تطبيقك باذن الله تنفع مع كل التطبيقات، تمام. يعني الفيديو مايل اكتر لسلسله السكتش وير، وباذن الله في رجوع لو لقينا دعم عليه لسلسله السكتش وير من تاني. وعامه الطريقه اللي بنعملها ديت تحت مسمى الهندسه العكسيه، اي هي طريقه تفكيك التطبيقات وتعديلها. لو ما اتفرجتش على فيديو الهندسه العكسيه برضو هسيبهولك في الكومنتات، فيديو شورتس كده بيشرح لك الفرق بين الهندسه الاجتماعيه والهندسه انا بقول ايه صباح الفل، الهندسه العكسيه والهندسه الاجتماعيه، تمام، بيشرح لك الفرق بينهم. طيب التطبيق خلص كده، هقول له ريموف، وبعد ريموف بقى كده ايه، هل تريد زي التطبيق ام تي لا اسف. هقول له ريموف عادي، واشيل التطبيق القديم. وبعد ما اشيل التطبيق القديم هعمله انستول، ده بقى هعمل انستول للتطبيق الجديد، وبس كده.
ومن غير بقى ما اكمل انا، تمام، مبروك عليك الطريقه، وساعتها تقدر تغير الاصدارات بتاع اي تطبيق. وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده، يا رب يكون الفيديو عجبك. طبعا ثانيه واحده، في حاجه ظهرت، في هيظهر لك رساله تطبيق ده خطر وكده وبتاع، لا عادي فكك منها، لان التطبيق ده يعني عشان انت معدل عليه وكده، اي تطبيق معدل عليه ما بيبقاش مدعوم من جوجل، فبيظهر لك ان هو خطر وكده، ما تقلقش نهائي. طب يكون الفيديو عجبك، متنساش تخش تعمل لي لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، تخش تعمل كومنت تشجعني او تطلب مني الشرح الفيديو الجاي يكون عن ايه، ومتنساش تدعمني في السلسله ديت عشان ابدا وارجع ان انا اكمل فيها من تاني. ويلا، مع السلامه.